ملخص للكام يوم كده اللي فاتوا دول في البريمير ليج في الجولة 25. فيلا بينا. مبدئيا شفنا لوتون تاون بتلاعب مانشستر يونايتد على ارض لوتون تاون، ومانشستر قدرت ان هي تكسب في ملعب صعب زي ده بنتيجة 2-1. طبعا كل الفضل لراسموس هويلاند زي ما قلت لك كل مرة هو اهم لعيب في اليونايتد في الوضع الحالي، مهم جدا للفانتازي، وهو اللي سجل الجونين وقدر ان هو ينقذ مانشستر يونايتد ويكسبها الماتش. وشفنا برايتون بتقدر ان هي تكسب شيفيلد يونايتد بخماسية 5-0 نظيفة، واللي كان عنده حد من دفاع برايتون قدر انه يطلع بالكلين شيت. بعد كده شفنا تعادل رخم جدا وممل جدا ما بين كريستال بالاس وايفرتون عشان يضيع الكلين شيت على اي حد من الفرقتين، تعادل 1-1 ملوش اي لازمة. بعد كده شفنا السيتي بتكسب برنتفورد بنتيجة 1-0، بس ايرلينج هالاند اخيرا قدر ينقذ الناس اللي متربلة ويسجل لهم هدف علشان ينقذهم وينقذ التريبل كابتن بتاعتهم. وبس كده نكون الفيديو النهارده. اعمل لي لايك وفولو عشان تشوف كل جديد عن الفيفا، عن الكوره، عن الفانتسي.